الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هعمل الجيلي. طلبته مني واحده حبيبتي متابعه عندي وعلى عيني، وهعمله لها حاضر. عايزه اقول لك ان هو اسهل حاجه. معايا الحله اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. معايا اول حاجه نص كيلو لبن، معايا 3 معالق سكر كبار ممسوحين، 3 معالق كاستر كبار ممسوحين. طريقته بسيطه قوي. معايا باكو فانيليا، بسم الله الرحمن الرحيم. بس قلبه بقى حلو قوي، لان ايه ده زي النشا او هو نشا عامه يعني، عشان لو ما قلبتوش هيكلكع مني. وارفعه على البوتاجاز اهو وبقلبه. بصي لازم تبقي ايدك فيه كده عشان ما يكلكعش منك. لازم كده ايدك في الكاستر وعلى النار عشان ما يكلكعش. انا لقيته عايز معلقه سكر تاني حطيت له. طبعا السكر ده حسب الرغبه، عايزه مسكر قوي عايزاه دلع، بس انت بتدي من 3 معالق ممسوحين، وشوفي لو عايزه تزودي او انت عايزاه كده مظبوط. وانا كده بالنسبه لي مظبوط، لان انا بحط السكر في الجيلي، يعني الجيلي بعمله من غير سكر اهو. افضل اقلب كده لغايه بس ايه ما يستوي ازاي، اللي هو يبقلل معايا. خلاص كده هطفي عليه الكاستر اهو. هعمل بقى الجيلي، بس يكون الكاستر برد شويه. ثبت الكاستر واستنيت لما برد وحطيته في التلاجة. دي بقى كوبايه ميه مغليه، وده باكل جيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جايبه جيلي مانجا. طبعا تجيبي الجيلي اللي يعجبك، الطعم اللي يعجبك هتجيبيه. ودي كوبايه ميه ساقعه الحنفيه يعني اه. اصبه بقى على الكاستر. الكاستر طبعا ايه جمد خالص في التلاجة اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا ما حطيتش للكاستر سكر، للجيلي سكر. اهو. طبعا ما تصبيش بردك الجيلي الا متاكدين ان هو برد، والكاستر لازم يكون جامد، عشان بصي لو مش جامد كنت تلاقي الكاستر طلع لفوق ما بقاش مظبوط كده. هحطه بردك في التلاجة يجمد، وبعد كده هقول لكم اعمل فيه ايه تاني. حبايبي الجيلي اهو بالكاستر بعد ما سقع في التلاجة ومسك. عندي بقى مانجا متقطعه كده، قطعت مانجا احطها عليه. عندي كمان توت مجفف اهو، احط عليه كده كل واحده واحده كده اهو. في الشياكه دي حاجه حلوه وجميله وما تكلفتش معانا كتير. كمان لو جالك ضيوف ومعاهم اطفال صغيره بتحتاري تضيفيهم ايه تضيفيهم، ده حاجه جميله او حلوه او يفرحوا بيها، وحاجه ما تكلفتش معانا. واقول لحبيبتي اللي طلبت مني الجيلي والكاستر بألف هنا وشفا حبيبتي، تكليف الهنا. حلو قوي، جربوها يعجبكم. استنوا ان شاء الله فيديو جديد على خير. لايكات، كومنتات، قولوا لي ايه رايكم. جربوه وابعتوا في الكومنتات قولوا لي ايه رايكم. صدقوني ما بيكلفش حاجه، يعني تكاليفه مش كتير. عايزه انت تعملي كميه اكتر اعملي. انا ده النص كيلو حليب اللي عمل لي 6 كاسات وباكو جيلي واحد. عايزه تكتري الكميه، جايلك ضيوف وعايزه تكتري كتري. وبالف هنا وشفا. اشوفكم على خير. لايك، شير، كومنت حلو زيكم، وقولوا لي ايه رايكم في الكومنتات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.